درت بوز هاد السيمانه هادي من اي حاجه. المهم انا غادي نشرح لكم بزاف الحوايج في هذا الفيديو هذا، غادي نقول لكم شنو وقع ليا. المهم شنو وقع ليا بالضبط في هذه الايام. انا راكم عارفين المشاكل اللي عندي هذه الايام، ما ساليتش نهائيا. عرفتوا من الولايه المحكمه الدائره، صافي هذه هي الحياه حاليا، هذه هي الحياه. واخا انا عيانه صافي، عييت من كل شيء، ولكن المهم هذه هي الحياه حاليا. ما بقيتش كنسالي حتى نحك راسي والو. عييت بزاف انني نبقى هكا كنطلع، خصوصا انني شفت شي ناس وشفت شي قنوات وشفت بزاف الناس اللي خارجين كيحاولوا انهم يستفزوني، ولكن الوقت اللي انا كنكون فيه معصبه اختاريت انني ما نجاوبش. ولكن ما غاديش نخلي فرصه ونعطي فرصه لشي واحد انه يقدم بيا شكايه، ولا غادي نهضر في شي واحد. ما بغيتش ندير حتى شي حاجه اللي غادي تجيب لي المشاكل، لان المشاكل اللي عندي كفيني، ما غاديش نزيد انا شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم، لاحظت انه الناس بزاف القنوات ضدنا، حاولوا انهم يستفزوني بهضرتهم، بالاشاعات ديالهم اللي خرجوا عليا فاش سافرت. شكرا جزيلا لخويا مراد اللي حطكم بوجهكم. المهم كتشوفي الكذوب، كتشوفي اتهامات، كتشوفي بزاف ديال الحوايج كيضربوا لك في الشرف ديالك مباشره. وفاش مشيت للسجن باش غادي نزور بابا، حنا كنتسناوه باش يخرج وهما يقولوا لنا راه مشى للمحكمه. عرفتوا راه فريمون تصدمت بزاف انه بابا داوه للمحكمه وانا ما كنتش حاضره. يعني بقى في الحال، وشكل جاني بابا انه مشى وما لقانيش وباينه غيكون تفقس. الحمد لله بخير، كيعيط لنا كل نهار تقريبا، كيعاود غير الخير، عايش مزيان شويه، المهم عايش بخير الحمد لله. المهم اونتر بارونتيز هو انه غادي تلقاو هذا الفيديو هذا في قناه ديال اختي، قناتي انا فيها واحد المشكل صغير بزاف، وخصو لمده شهر عاد غادي تطلق ليا انني نحط معكم لي فيديو كيف العاده.